يعني خلاص بقى الخطه اللي احنا رايحين نلعب بيها 4-1 تتقلب في الدفاع، حمدي فتحي بيسقط ما بين الاثنين قلوب دفاع، فبنبقى عندنا 3-5 او 3-4-3. ليه النظريه بتاعت ان احنا يبقى عندنا 3 ورا؟ عشان الكره لو ارتدت علينا يبقى عندنا كثافه عدديه، بس في نفس الوقت خروجنا بالكره كله من على الاطراف. الكره ما بتروحش لاي حد غير على الاطراف. محمد هاني او واللي غالبا ان شاء الله هيلعب البطوله اساسي بسبب اللعبه دي فتوح. الباك بيستلم الكره من قلب الملعب، يعدل وشه لقدام ويلعب كره طوليه. احنا منطقه قلب الملعب بالنسبه لنا منطقه مخصصه لما نفقد الكوره نضغط منها، منطقه مخصصه لاستعاده الكوره. انما هل احنا بنستخدمها في بنى لعب؟ لا، صفر. ولا احنا عايزين نستخدمها اصلا، يعني مش عجز مننا. هو حسام حسن ادي الكوره لهاني، والباك الشمال هيلعب، واللي غالبا هيبقى فتوح عشان اللعبه دي، هيلعب كره طوليه للوينجات. او في البطوله غالبا هيبقى الاثنين اللعيبه الرقم 8 بتوعنا غالبا بسبب الخطه دي، بسبب اللعبه دي، هيبقى زيزو وتريزيجيه هم اللي موجودين هنا، ومرموش وصلاح قدامهم. فانت الباك يا اما هيلعبها طوليه للوينج على طول، يا اما هنلعب اللعبه المثلثه دي، هتلعبها لعمق الملعب، وعمق الملعب يوصلها برده للوينجات. الكره مع وصلت للوينج، يا اما وصلت له في موقف واحد هيحاول يعدي ويخش منطقه الجزاء، يا اما وصلت له وهدي على الكوره ولم الناس حواليه. الخطوره رقم 2 بتيجي من اللعيب رقم 8 اللي هو هيبقى زيزو وتريزيجيه، بيخشوا اختراق عمودي، يخشوا في المنطقه اللي انت فضيتها له كوينج لما فتحت على الخط وصلت لمنطقه الجزاء. طريقه للوصول للجون سهله، وطريقه للوصول للجون اهلي زمالك بيراميدز الموسم ده بيعملوها، او جزء منها بيعملوها. فاللعيبه اي لعيبه انت جايبها عارفينها، واخده رجليها واخده عليها. تعديل مميز في خطه حسام حسن، زائد ان هو خلاص احنا لغينا من عندنا فكره الضغط العالي. مش الضغط عالي غير لو الفرقه اللي قدامنا على الله خالص جايه تشرب بيبسي وتروح، انما غير كده احنا ضغطنا ضغط متوسط، هجومنا كله هجوم سريع. ولما الكوره بناخدها والهجمه السريعه بتفشل وبنضطر ان احنا نعمل هجمه منظمه، مطلوب من الفرقه كلها انها تشد نفسها بعيد كده، تفتح عمق الملعب، واثنين لعيبه زيزو وتريزيجيه هيبقوا المسؤولين عن الاختراق من عمق الملعب. خطه سيمبل بسيطه، ولكن لو اتقناها كويس هنقدر نعمل بيها حاجه. هي البطولات عايزه كده، بس الله يفتح عليك، وبطولات المنتخبات كمان عايزه كده.